ناس زمان قالوا المرأة الشاطرة دارها بالخير ديما عامرة، والكرش الفاخرة شوي للدنيا وشوي الآخرة. ربي يفرج على كل مهموم ويربي يرزق كل محروم. بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. اليوم راح نشارك معكم وصفة البراج ولا المبرجة على الطريقة التقليدية الجزائرية بمقادير جدا مضبوطة. راح نعطيكم كل أسرار نجاحها. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش من هذاك الجام، وفضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة. يلا معاي للوصفة، راح نمروا المقادير المضبوطة جدا وطريقة التحضير. أول حاجة بالنسبة للنوعية نتاع السميد نحتاج سميد اللي يكون متوسط، ولا اللي يكون متوسط رايح للرطب. هنا راح ندير لكم الكيل الصغير والكيل الكبير، تبعوا معايا بالتدقيق البنات باش هكذا تفهموا مليح. جبت 4 كيسان تاع 220 مليلتر حطيتهم من جهه، و4 كيسان بجهه، يعني راح ندير ب8 كيسان. زدت ملعقة صغيرة نتاع ديسير تاع الملح في كل جهة، ملعقة صغيرة تاع ديسير تاع الملح. وفي كل جهة زدت نصف ملعقة من العسل. اللي ما عندهاش العسل تقدر تبدلها بالسكر. يعني نصف ملعقة صغيرة تاع الديسير تاع العسل في كل جهة، يعني فيهم في زوج ملعقة صغيرة متوسطة ولا ملعقة صغيرة تاع الديسير. نخلط هاد المكونات مع بعضها ورايحين نبداو نزيدو افليدام. بالنسبة للدام البنات رايحة ندير كأس خليط بين السمن والمارغرين، كما تقدروا ديروا السمن وحدها ولا المارغرين وحده واش متوفر عندكم في البيت. ذوبوها البنات وخليهم يبرد معاكم تماما، وهذا سر من اسرار نجاح البراج. هنا درت كأس معمر تاع ليدام، وهنا زدت أسبوع من الزيت الزيتون، كما تقدروا تستبدلوه بالزيت العادية. وبديت نبسس في الجهة الأولى، يعني كل جهة راح تدي لي كأس وأصبع تاع ليدام هكذا البنات. إلا حبيتوا ديروا كمية قليلة ولا حابين تتعلموا الطريقة يعني بكمية قليلة، تقدروا ديروا بربع كيسان فقط، وهذوك 4 كيسان تقسموهم على زوج. يا البنات ديروا فقط نفس الكيل اللي راني ندير فيه. هنا وفي الجهة الثانية درت كاس تاني معمر تاع ليدام، وراح نزيدو أصبع من زيت الزيتون. اللي ما عندهاش قلت لكم تستبدلها بالزيت العادية. وريحان نبدا نبسس في الخليط نتاعي. قلت لكم اللي دير الكيل صغير دير بربع كيسان وتقسم على زوج، واللي تحب دير بكيل كبير يعني ب8 كيسان كما درت انا دير، يعني ديرهم مع بعضهم خير. انا هكذا درتهم قسمتهم باش هكذا كامل تستفادوا. درت لكم بالكيل الصغير والكيل الكبير. هنا البنات بعد ما بسستهم جبت كاس خليط بين الماء وماء الزهر، كما تقدروا ديروا غير الماء وحده. انا نحب الذوق تاع ماء الزهر في البراج. نتوما الا ما حبيتوش الذوق تاع ماء الزهر تقدروا تبلوه بالماء فقط، المهم يكون الماء بدرجه حراره المطبخ. نبلوهم حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وعلمه. ما ديروش العجينه تاع البراج ناشفه البنات، الا درتوها ناشفه وما تشبعش من الماء بزاف، سيرتو الا كان السميد يشرب رايحين تتعذبوا في العمل تاعهم كي تجوا تحلوهم، رايحين تتعذبوا فيهم، ورايحين ثاني تكسروا لكم في الطاجين. هذا هو السر اللي يخليكم العجينه ما تكسرش، انه تمدوا لها الكميه الكافيه تاع الماء. كورت العجينه تاعي الاولى حطيتها بجهه، ورايحه نبدا نبلل في العجينه تاعي الثانيه. بنفس الطريقه جبت كاس الا اصبع، على خاطر في الكيل الاول نقص لي فضل لي اصبع فقط. انا جبت كاس الا اصبع حطيته كامل في العجينه وراني نبلل فيها ولميتها، درتها في شكل كوريه. جبت العجينه اللي راح نحطها من الفوق، وجبت نيلون وبديت نحل فيها غير بيدي وسويتها مليح وحطيتها بجهه. وهنا جبت العجينه الثانيه اللي راح نحطها من تحت وبديت نحل فيها ونسوي فيها بيدي ونغلق هذوك التشققات. مادام البراج راهم مبسين البنات اكيد رايحين تحصلوا على تشققات، وحنا ما علينا غير نسويهم بيدينا. هيا الفحله ديري لي هذاك الجانب باش هكذا يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين، وتعاونوني باش تطلع قناتي. ان شاء الله راح نتعلموا مع بعضنا كل الاكلات والطبخ التقليدي الجزائري حتى المعاصر، ولما لا. فقط تشجعوني بهذاك اللايك. هنا النيلو راح يعاوننا بزاف بزاف باش نقدروا نحلوا العجينه تاعنا تاع البراج. رايحين نفتحوهم بنفس السمك يا البنات. وبالنسبه للغرس انا جبت هذيك نور طلقه رايحين تلقاوها نقيه دي في لومبالاج. عجنتها مليح بالماء وماء الزهر، تقدروا تعجنوها غير بالماء. وزدت لها شويه تاع المارغرين، وبعد ما تعجنت لي مليح زدت لها شويه تاع الزيت باش لميتها. وهنا حطيتها في الوسط. وبعد ما حطيتها زدت جبت العجينه الثانيه
حطيتها من الفوق كيما شفتوني البنات، حطيتها مباشرة بالنيلون وبديت نجبد في النيلون. هذه أنسب طريقة وأنجح طريقة باش ما يتكسروا لكمش البراج. بديت في الأول نسوي فيها هذيك العجينة من الأطراف، يعني هكذا باش ما تخرجليش الغرس هذيك من الداخل. وبالنسبة مادام قلت لكم راح نعمل لكم مقادير مضبوطة جدا، حتى المقادير تاع الغرس راح نبدأ لكم مضبوطة. أنا بالنسبة ليا للغرس البراج نحب الغرس يكون بزاف البراج، على خاطر يعطينا بنة هايلة. أنا درت كيلو كامل تاع الغرس. نتوما اللي تحب تنقص شويه في الغرس تقدر دير كيلو، الا تنحي حل جزء منه فقط، يعني تنحي شويه، ما تنحيش ربع كامل، تنحي اقل من ربع هكذا. وهنا البنات حطيت نينو وبديت نسوي فيها بالحلال كما راكم تشوفوا. بعد ما سويتها بالحلال بديت نسوي فيها من الجوانب غير بيدي. هذاك النيلون نحطوه من الفوق راح يساعدنا بزاف باش يجينا الوجه نتاع العجينه املس. وهنا بعد ما كملت البنات وتحصلت على السمك المطلوب، كل واحد كيف يحب البراج تاعو. كاين اللي يحبهم رقاق ولا اللي يحبهم خشان. نحبهم شويه رقاق، يعني يكونوا متوسطين، ما رقاق ما خشان، راح يجيو هايلين. الا حبيتهم خشان خليوهم على سمك خشين، الا حبيتهم رقاق حاولوا ترقوا فيهم مليح في الحلان. ومن الاحسن ما يكونوش رقاق بزاف البنات. هنا نبدا نقطع فيها، نحاول نقطعها بسمك عفوا القرودات يكونوا متساويين. وبعد ما نقطعهم راح نسويهم هكذا، نسوي لهم الجوانب. وهنا البنات في هذه المرحله كنت حطيت الطاجين تاعي نتاع الحديد يسخن. تقدروا حتى طيبوهم في الطاجين تاع الطين كيما ناس زمان. الله الله. حطيت الطاجين تاعي يسخن ورايحه نبدا نطيب فيهم. بالنسبه للبراجه البنات ما يحبوش النار تكون عاليه، حاولوا تطيبوهم على نار قليله هكذا باش يطيبوا لكم حميمرين. الله الله من كل الجوانب، على خاطر على بالنا بلي الطاجين تاع الحديد راح يحرقهم بالخف، سيرتو اذا كان خفيف. المبتدئات حطوا كميه قليله البنات نتاع البراج في الطاجين هكذا، وطيبوا بشويه باش ما يتكسروا لكمش. انا هنا شويه كثرت، نتوما فقط حطوا كميه قليله باش هكذا تقدروا تحركوهم، يعني كل مره راح نحركوهم هكذا باش ما يتحرقوناش. حاولوا في كل مرة كي تحسوا باللي بداو يطيبوا حاولوا تحركوهم هكذا باش يطيبوا لكم على حبة واحدة باش يجيكم حميمرين. الله الله. وماشي في كل مرة تقلبوه، ما تقلبوهش حتى تحسوا باللي طاب لكم من التحت البنات، باش هكذا ما يتكسروا لكمش. ناس زمان قالوا تاني كاين طفلة اللي يدها ماطي وفمها واطي يعني ما تهدرش بزاف لكن ناشطة في العمل. وكاين الطفلة اللي فمها الله الله ماطي ويدها واطي، يعني ما تخدمش وتهدر بزاف تكثر من الهضرة ان شاء الله تكونوا كامل في حلات وكامل يدكم ماطي وفمكم واطي يعني الامثال تاعنا تاع بكري الله يبارك ما شاء الله، يعني عندنا تراث كبير تاع الامثال كامل عندهم معنى وعندهم مغزى. يعني لازمنا نحافظوا عليهم ولازمنا نتوارثوهم مع الأجيال كامل. هنا بعد ما طابوا لي من تحت البنات قلبتهم، شوفوا اللون تاعهم كيفاش جا ما شاء الله. هاي لكم بعد ما وجدوا لي، شوفوا روعة البنات روعة. إلا عجبكم دعموني بهذاك الجام وشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء والأحباب باش هكذا يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين وتعم الفائدة. وعاونوني طبعا في قناتي الجديدة باش هكذا تكبر معكم وتوصل للعالمية ولي مرح. إلى الملتقى في فيديو آخر ووصفة أخرى.